ما كنت متوقع اتأقلم بهالسرعة بعد ما انتقلت على الامارات، بس مثل ما شفتوا ما خليت شي ما سويته بهالكم يوم. واليوم اجى وقت شغلة تفاديتها لوقت طويل بس صار ضروري منها. الصالون عندي فاضي ولازمني كنبايات ضروري. حاولت قبل ورحت على كم محل بس ما توفقت والاسعار كانت خيالية، فقررت انه ما حنام اليوم الا وانا محصل مفروشات. لقيت كم محل قريب مني فحملت حالي وبوشي على اول محل، ومن دخلتي رحت سألت الموظف لدفع الباركينج وقال لي اليوم مجاني. وهون عرفت انه بداية خير. ومن اول المفروشات في كل مكان، ما بتعرف من وين بدك تبدا. اول شي رحت على قسم الديكورات، مليان شغلات غريبة وعجيبة ما بتخطر على بال حدا. عجبتني هاي الكرة الارضية لونها فخم بس يا ريت لو كانت بتفتل لحالها. كان في كتير كنبايات من النوع يلي بيجوا زوايا بس انا ما بفضلهم لانه بياخذوا مساحة وفي اماكن ما بينقعد فيها. هي اول كنبة كان موديلها وقماشها لا بأس فيهم، بس مشكلتها انه ظهريتها بعيدة كتير فما مشي الحال. بعدين قعدت اجرب اكثر من وحدة بس ولا وحدة كانت مريحة او انه بتستحق سعرها. فيك تقول ما تركت شي ما جربته، من كراسي مشكلة لملونة وبتفتل لكنبايات بتتحول لتخت لعربايات لتقدم الاكل. وبطريقي لقيت هي الكنبة كأنه من فرو وملمسها كتير ناعم وحلو، بس هي مع حرارة الصيف انسى. بعدين رحت على قسم الطاولات والكراسي، قلت لألقي نظرة. في طاولة غريبة وفيها دائرة بالنص، قربت لشوف شو قصتها وطلعت هي الدائرة اللي بالنص بتفتل. والله حلوة وعجبتني الفكرة كتير. شفت شوية سجاد على السريع، الإضاءات بأشكالها الغريبة وشوية مرايا وشغلات بتتعلق ما بعرف شو هي. هذا الركن شهاني فوت صب دوش على السريع بس ما عجبني لون البرنص فلغيتها. واللي بيحبوا الخضار والبحرات ما تخافوا طلعوا حاسبين حسابنا. في موديلات بحرات صغيرة وكبيرة ونباتات في من كل الأنواع والألوان، بس طبعا كله مو طبيعي. هون في هدول لقيتهم لينحط فيهم الزرعات، يا أخي ما تحملت ما لحمس عليهم، كتير حلوين وكيوت. وجنب النباتات كان قسم الأعداد الخارجية، بس وأنا عم بمشي بيناتهم شفت شي عم يضوي، قلت لنروح نشوف شو القصة. وشكلي لقيت أحلى مكان بهالمحل، لك هي كأنه غرفة خارجية متنقلة بتنحط بالهواء الطلق. ما أحسنت أمسك حالي وفتت لجواتها. واو كأنك طالع على رحلة للفضاء. في تخت كبير وبس تتسطح فوقك القمر وهو عم يضوي، بس لو كان فيك تشوف القمر الحقيقي كان أحلى. ومن الداير كلياتها شفافة وإلها برادي لتحسن تنام بالليل بدون أي إزعاج. ودعتها والدمعة بعيني. وجنبها مزبطين قاعدة على كيفك، خضار حواليك وكرسي معلق مشان تحس حالك كأنك طاير. أخذت لي دقيقة ريلاكس وبعدها حاولت برر لحالي إني جيبه بس ما في مكان ولا في عملة زيادة. رجعت على قسم المفروشات لآخر مرة وبظن لقيت طلبي. كنبة 3 مقاعد ناعمة ولونها بيلبق عندي والسعر حلو كمان. ما فكرت مرتين ورحت سألت عنها وطلع عليها عرض لأنه مو بقيان إلا كم حبة، فرأسا وصيت على 2 وقالوا لي إنه كم يوم وبيكونوا عندي بالبيت. وهيك بيكون خلصت مهمتنا اليوم. فولو لأنه الجاي لسه أحلى بكتير.